الظلام دامس والبرد قارس. ديك الليله ما كانش ليله عاديه. كنا 4 تاع الدراري، انا وعمر ورشيد وياسين. كنا غاديين بالطوموبيل في واحد الطريق مقطوع جهه القلعه، حتى تبان لينا واحد اللافته قديمه مكتوب عليها بخط باهت سوق السبت القديم. السوق كان مهجور هادي كتر من 30 عام. من نهار وقعت فيه واحد الليله كحله وماتوا فيه ناس بلا سبب، وتمنع فيه البيع والشراء. عمر اللي عزز عليه تبوحيض الفضول وقف الطوموبيل وقال لنا الدراري هذه هي الهمزه، هاد السوق كيقولوا عليه مسكون وفيه السحر الاسود، علاش ما نكتشفوهش؟ في الاول خفنا، ولكن دافع الفضول والجهل عمالينا عينينا. زلنا بربعه، شعلنا الفلاشات ديال التليفون وتوجهنا لجهه الباب الرئيسي ديال السوق، اللي كان عباره على اقواس قديمه ومهرسه. غير حطينا رجلينا داخل السوق، واحد الصمت ما يمكنش، رهيب بزاف نزل علينا. ما كتسمع فيه لا صوت ولا حشر، غير النفس ديالنا اللي طالعه هابطه. مكان كان كيبان بحال هي مقبره منسيه، الحوارث نتاع الطين مهدومين والارض كامله مغطيه بالتراب والحجر. كلما زدنا دخلنا لوسط السوق كلما الجو بدا كيتزير. وصلنا لواحد الممر ضيق اللي باين من السواج والحديد مسطل اللي فيه انه كان واحد الممر ديال العطار والدجالين. تما الريحه تبدلات، ولات ريحه خانزه بحال شي جيفه مختلطه مع ريحه البخور قديم والقطران. في واحد اللحظه الفلاش ديال رشيد بدا كيرمش ويطفى. في ديك اللحظه شفنا كاملين واحد الخيال كحل طويل بزاف داز من الممر بسرعه البرق. ياسين تبت في بلاصتو وقال بصوت مرعوب الدراري واش شفتوا هاد الشيء؟ ما كناش يلاه باغيين نجاوبوه حتى بدا الصمت كيتهرس. بداو كيتحركوا اصوات غريبه من داخل الحوانت المهجوره، اصوات نتاع الهمسات بحال شي حد كيقرا طلاسم بصوت خافت وسريع، بحال شمهاروش القطران. تخلط هاد الشيء مع الصوت تاع الضحك نتاع واحد المراه كتدور في السما ديال السوق، ضحكه هستيريه كتقيس العظام. حسينا باللحم ديالنا كيتشوه وعرفنا باللي هاد البلاصه ماشي مهجوره، صحاب المكان كاينين وبداو كيتكلموا. الوقت بدا كيمشي والساعه كانت غاديه 3 تاع الليل، يعني الوقت عمى. تخلعنا وقررنا نرجعوا بحالنا، ولكن غير درنا باش نخرجوا لقينا ممرات كامله ما بقاتش وتلفنا. وفي ديك الروضه نتاع الخوف غوت رشيد فين عمر فين مشيتي؟ عمر غبر ما كانش ليه الاثار. بقينا كنعيطوا عليه وكنجريو وسط الحوانت المهدومه بحال الحمى. الفلاشات ديالنا بداو كيضربوا في الحيوط، وهنا كانت صدمه كبيره. في كل قنت وفي كل حيط ديال الحوانت كانوا كاينين طلاسم مكتومين بالدم كحل، الحروزه مرشوشين والشموع كحلين يالله طافين وباقي الدخان ديالهم طالع. السوق كله كان عباره على غرفه عمليات ديال السحر الاسود. وحنا كنقلبوا وصلنا لواحد الحانوت واسع باينه كان هو الرحبه الكبيره. تما لقينا سبرديله ديال عمر طايحه في الارض وحداها اثار ديال الجرا بحال شي حاجه جراتو من رجليه لداخل ديال واحد الحفره مظلمه وسط الحانوت. بلا ما نفكروا قربنا للحفره وحنا كنعيطوا عمر. في واحد اللحظه شعلت العافيه زرقاء موسط هاد الحفره وخرجات منها للسقف، وبانوا لينا ناس المكان على حقيقتهم، كائنات مشوهه، عينيهم خارجه وكتشعل بالحموريه وطوال بزاف، جلودهم كحله بحال الفاخر. الخوف تملك منا، ولكن الصدمه هي ملي شفنا عمر خارج من وراهم، ولكن ما كانش عمر اللي كنعرفو. عينيه كانوا مقلوبين بويض كاملين، وكان كيضحك بواحد الصوت غليظ وماشي ديالو، هو كيردد دخلتو لبلادنا دابا توليو ديالنا. في اللقطه مرعبه. العافيه بدات كتنتشر في السوق كامل بسرعه خياليه، الحوانت القدام بداو كيطرطقوا والنار شدت من كل الجوايه. ياسين شدني من يدي وجرني هو كيبكي، يا الفاطمي هرب ولا غادي نموتو هنا. جرينا باقصى سرعه ديالنا والنار كتحاصرنا والاصوات نتاع الجنون ورا ظهرنا كيتغطاو بحال السبوعه.
وصلنا للباب الرئيسي بأعجوبة، ركبنا في الطوموبيل وزدنا بأقصى سرعة وخلينا ورانا ليلة كحلة. دازت دابا 3 سنوات على ديك الليل، ولكن القصة ما أطراش تما. عمر رجع لينا بعد يومين من هذيك الحادثة، لقاوه البوليس غايب على الواح حدا السوق، ولكن عمر ما بقاش هو عمر، ولا انسان ساكت كيجلس غير في الظلام. وكتجيه حالات كيبدا يغوت ويهضر بلغات غريبه، والعائله ديالو ربطوه بالسلاسل حيت ولا كيشكل خطر على راسو. اما انا وياسين ورشيد حياتنا تقلبات كابوس، النعاس ما كنشوفوش، وكل ليله مع 3 تاع الصباح كيبدا يشم كل واحد فينا ريحه القطران والبخور في بيته، وكنسمعوا نفس الهمسات اللي سمعناها في سوق السبت. الاعتراف اللي خاص كل شيء يعرفه هو اننا غلطنا غلطه العمر. هذا النوع نتاع السحر الاسود والمكان اللي تسكن به ناس المكان القرون ما كيتلاشاش بالساهل. اللعنه ديال السوق السبت لصقات فينا، وحنا دابا عارفين باللي الدور الجاي علينا واحد بواحد وما كاينش الهروب. الى عجبتكم هذه القصه ما تنساوش تخلي لينا لايك واشتراك ودير تعليق شنو بالك في القصه. وكان معاكم خوكم ميدوكس.